صوت مقامي أصيل يجمع الدقة بالحس وينطق بروح العراق. الصبح في خديه ليس يزول. حياكم الله. محمد عزيز نصر الدين، المعروف فنيا باسم عزيز الخياط، وهو أحد قراء ومؤدي المقام العراقي المعاصرين. ولد عزيز عام 1956 في مدينة خانقين في محلة عبد الله بيق ضمن بيئة غنية بالتنوع الثقافي والموسيقي. أكمل دراسته في مدرسة نعمان الابتدائية، حيث بدأت تتشكل ملامح اهتمامه بالموسيقى. التحق بمعهد الدراسات النغمية بيت المقام العراقي في بغداد ليدخل المسار الأكاديمي لفن المقام ويتدرب على أصوله. يعد من جيل المواصلين لفن المقام العراقي، مقدما مقامات مثل الراشدي والصبا والحجاز بأسلوب محافظ على قواعد التقليدية. أسس عام 1992 دائرة الفنون الموسيقية لوزارة الثقافة بمحافظة ديالى، مساهما في تنظيم النشاط الموسيقي بالمحافظة. عام 1975 تم ترحيله قسرين إلى شهربان من قبل حزب البعث، ما أثر على مسار حياته، لكن واصل نشاطه الفني في تلك الحقبة. قدم تسجيلات وحفلات مقامات عراقية متعددة، وظهر في لقاءات فنية وثقت حضوره ضمن قائمة قراء المقام العراقي المعتمدين. وانتم تعتقدون جيل الجديد راح يقدر يحافظ على فن المقام أم لا؟ اكتبوا لي بالتعليقات.